ازيكم يا حبايب قلبي وملولي؟ وحشتوني كتير، يا رب انا كمان اكون وحشتكم زي ما انتم ما بتوحشوني. جايين النهارده بقى بروتين مع بعض كده تشجيعي، هنروق اوضه الاطفال عندنا وهنغير بقى ملايات وكده. زي ما انتم شايفين الاوضه، بصوا كانت مكركبه ازاي. حتى النيش يوم ما بيتفتح ما بيهونش عليهم والله يقفلوا يا جماعه. يعني لما بطلب من حد حاجه يجيبها لي من النيش والله ما بيهون عليه حتى يقفلها، زي ما انتوا شايفين كده على غفلة. هنا بقى هنبتدي ان احنا نروق مع بعض. زي ما انتوا شايفين الأوضة كانت مكركبة قد ايه. طبعا مع بداية الفيديو مش عايزين ننسى ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، واديني بكسب حسنات وبكسبكم حسنات معايا. هنبتدي بقى بأول سرير. هنا زي ما انتوا شايفين بقى هنبتدي ان احنا نشيل الملايات. طبعا انا اسفة على منظر المخدات، بس طبعا المخدات دي من ساعة ما اتجوزت، ويعني انا ما غيرت لهاش اللي هو الكسوة بتاعتها ولا الكلام ده، وبخاف طبعا اغسلها في البيت لحسن مثلا الفايبر يكلكع في قلب الاكياس من جوه، فاهميني؟ وبصراحة يعني ما فيش وقت وما فيش امكانية ان انا مثلا اغير مخدات او ان انا مثلا اعملهم، فاهميني انا اقصد ايه؟ فطبعا انا اسفة على المنظر اللي انتوا شايفينه. بس بقى ايه، قلت اعمل بقى روتين تشجيع معاكم كده. هنشيل الملايات وهنوضب الدنيا. طبعا بكرة شم النسيم، كل سنة وكلكم طيبين. يوم جميل وبيبقى يوم حلو قوي، الناس كلها بتفرح فيه، والأولاد الصغيرين بيفرحوا بتلوين البيض وبالجناين وبالتوت. كلنا بنفرح بالحاجات دي من واحنا صغيرين لغاية لما كبرنا وولادنا جم وهم كمان بقوا يفرحوا. يعني انا وانا صغيرة افتكر ان بابايا ومامتي كانوا يوم شم النسيم ده لازم نصحى من بدري، كان بيبقى فيه ريحة حلوة قوي في الجو، كلنا كنا بنحبها. يعني كنا لازم نصحى من بدري. كان دايما افتكر ان بابايا ومامتي يقولوا لنا ايه، لازم تصحوا من بدري عشان بتبقى في ريحة حلوة كده في الجو. الريحة دي ما بتبقاش موجودة الا الصبح بدري. مش عارفة بقى هل كلنا كنا بنشم الريحة دي، ولا دي كانت يعني حاجات قديمة او لسه موجودة. في ايام كده بيبقى فيها بهجة حلوة وبيبقى فيها ريحة حلوة في الجو. كانوا بيصحونا بقى من بدري، نقف في البلكونة نشم الجو الحلو لغاية طبعا لما بنصحى ونفوق، ويعني كده اليوم يبتدي وياخدونا. وكان في جناين زمان، جناين كده من اللي هي تخشيها كده تحسي بالفرحة وتحسي بالبهجة كده. تلاقي العائلات كلها موجودة، تلاقي كل واحد بقى جايب ملاية من بيته وملون البيض وجايبين التوت وغسلينه. وفي ناس كانت بتجيب طبعا رنجة وفسيخ والكلام ده. فاحنا بقى كنا بنعمل ايه، مامتي تقوم جايبه لنا توت وتقوم غسلاه غسلة كويسة وتقوم حاطة في علبة. وكانت بتجيب لنا بيض ونقعد نلونه. طبعا بتبقى في ألوان كده عند العطار بتتجاب، وفي مثلا في ناس بتعمل حاجات بألوان طبيعية. مثلا قشر بصل، يعني في حاجات كده يعني بتلون البيض كده تلقائي وانتي بتسلقيه. وفي بقى الوان بتتجاب من عند العطار، في كذا طريقة يعني لتلوين البيض. كانت مامتنا بقى بتجيبهن ونقعد بقى نلعب ونضحك ونهزر ونقعد نلون البيض سوا لغاية بقى ما يجي ميعاد ان احنا ايه نروح الجنينة. نقوم بقى واخدين ملاية من عندنا من البيت ونقوم طالعين على اي جنينة حلوة كده، ونقوم بقى فرشين الملاية بتاعتنا، ونفضل بقى مامتي وبابا يقعدوا واحنا بقى نلعب من حواليهم ونهزر ونضحك. بجد ايام الطفولة دي يا جماعة ما تتعوضش، اقسم بالله. طبعا هي الايام حلوة، وان انت تتجوزي وتجيبي اولاد ويبقى لك حياة خاصة حلو برضو، بس صدقوني ايام الطفولة ما تتعوضش. ايام الطفولة دي ليها طعم تاني، ليها اجواء تانية. كان ليها طعم كده حلو، ان كان في راحة بال. كنا اطفال بنلعب في الشارع،
يعني حتى دلوقتي لعب الشارع ما بقاش فيه امان ان انت مثلا ممكن تسيبي اولادك يلعبوا في الشارع زي زمان. لا، زمان كنا نبقى قاعدين والاهالي تبقى قاعدة قدام بيبان البيوت، والاطفال تلعب لغاية لما يتهدوا ويخشوا يناموا بدري. دلوقتي حتى الاطفال ما بقتش تنام بدري ولا تصحى بدري، كل حاجة اتغيرت، ما بقتش زي الاول. زمان، لا، زمان كان كل حاجة ليها كده فرحة. هل بقى شم النسيم دلوقتي بقى ليه فرحة زي زمان؟ انا بصراحة من ساعة لما اتجوزت وقعدت في بيتي زي كده، لما قلت لكم ان انا ما بحبش اخرج في العيد عشان الزحمة وكده، برضو يعني ما بحبش ان انا لا اخرج في شم النسيم ولا اي حاجة، بقضيها في البيت. ممكن اجيب توت للولاد، هما بيحبوا التوت. ما بقيناش نلون بيت زي زمان. فانتوا بقى قولوا لي، انتوا لسه بتعملوا عادات زمان اللي كنتوا بتعملوها مع اهاليكوا، ولا الجواز والخلفة لهوكوا عن حاجات كتير؟ هستنى رأيكوا وهستنى كلامكوا، وهستنى تقولوا لي انتوا بتعملوا ايه بالظبط. انا بقول لكم انا بعمل ايه. يعني انا مثلا بكره كل اللي هعمله هنزل اجيب للاولاد توت، اغسله لهم غسله كويسه. بيض ما وعدكوش ان انا الون لهم بيض الصراحه. البيض بقى غالي اليومين دول. والله مش عشان غالي ولا حاجة، مفيش حاجة تغلى عليهم، بس حتى الأطفال ما بقتش زي الأول إن هي تحب تاكل بيض ولا الكلام ده. بالعافية والله على ما نأكل طفل بيضاية، فاهمين؟ خروج طبعا الدنيا بتبقى زحمة، ما بقتش زي زمان، ما بقاش فيه الروقان في الشارع كده يعني. فهنقضي في البيت، ممكن نصحى بدري نشم النسيم زي ما بيقولوا يعني، ونشم الريحة الحلوة اللي بتبقى في أول النهار، ونحس بفرحة اليوم. وخلاص على كده. انتوا بقى قولولي انتوا هتعملوا ايه، وهتقضوا شم النسيم فين، سواء في البيت او برا. هتاكلوا رنجة وفسيخ ولا لأ؟ لان في ناس كتير قوي بتخاف من الرنجة والفسيخ في اليوم ده، بسبب ان يعني بتحصل حالات تسمم كتير، فبيخافوا ان هم ياكلوا يعني رنجة وفسيخ في الايام اللي زي كده يعني. وفي ناس بتخليها على الله وبتاكل، وكل حاجة على الله طبعا، من غير ربنا احنا ما نسواش حاجة. هو اللي بيوفقنا في حياتنا، وهو اللي يعني هو اللي كاتب لنا اي حاجة بنشوفها، فاهمين؟ فحتى لو ربنا كاتب لنا ان احنا نتسمم من اقل حاجة هنتسمم، مش من الرنجة والفسيخ يعني. بس هو كل واحد ليه تفكيره يعني. استنى طبعا رأيكم كلكم في الفيديو بتاع النهاردة. هنا زي ما انتوا شفتوا احنا روقنا الأوضة ترويقة حلوة قوي مع بعض، غيرنا ملايات ومسحنا طبعا السراير، يعني مسحنا الخشب بتاع السراير وشلنا السجادة، وبنكنس وهنمسح. فانا بقى ايه، حبيت اشارككم يومي واعرف بقى انتوا هتعملوا ايه تاني يوم. استنى رأيكم وتعليقاتكم كلكم. طبعا هنا يعني انا ما عرفتش افتح بس الستارة، عشان كان بس ايه اللي بيصورني ما يبانش في الازاز، لان طبعا الازاز بيبقى عاكس الناحية التانية، فيعني برضو ايه للخصوصية يعني، مش اكتر. والله مش عارفة انا مني ان انا مش عايزة افتح الستارة والله. بس برضو انا رفعتها وكنست تحت منها، وبرضو يعني ايه همسح برضو تحت منها. انا ايه على فكرة يعني ما يوركوش السجادة انا لسه محطوطة الناحية دي، انا قلت بس اخلص من الجنب ده، يعني اخلص من جنب الاول، عشان بس ايه يعني ابقى خلصت حتة حتة معاكم. وزي ما انتوا شايفين والله يا جماعة، يعني الحاجة لما بتكون مكركبة والواحد بقى يجي يروقها كده وينضفها بتبقى جميلة قوي، مش قادرة اقول لكم، بتبقى الأوضة ريحتها نظيفة والنظافة حلوة. يعني النظافة جميلة. انا يعني ايه بستغرب الناس اللي ما بتحبش ان هي تعمل الحاجة بتاعت بيتها بايديها. يعني في ناس مثلا تقول لك اجيب شغالة، اجيب مش عارفة ايه تنظف لي تعمل لي، يعني ما بتبقاش حلوة. اولا ما بتبقاش حلوة ان انا اجيب حد مثلا في بيتي اتأمر عليه او كده. كلنا اولاد تسعة، طبعا ده بيبقى اكل عيش وكده، بس يعني انا الصراحة ببقى محرجة ان انا اجيب حد انه مثلا ينظف لي واقول له اعمل او سوي او كده، فاهمين؟ وفي نفس الوقت ان الواحد ينظف هو في بيته ويحس ان النظافة كده بتاعته، هو اللي بينظف هو اللي بيعمل، صدقوني بتبقى حلوة. بتحسي براحة نفسية. طبعا انا هنا كنست ورفعت السجادة زي ما انتوا شايفين، وكنست ومسحت، بس انا قلت اختصر عليكم يعني. طبعا بقى رشة المعطر الجميلة اللي بتدي ريحة للأوضة بتاعتنا حلوة. رشة المعطر دي والله بالدنيا بالدنيا وما فيها.
دي اللي بتخلي الفرش ريحته حلوة، تخليكي كده لما تضغطي او لما تنامي تحسي بريحة النظافة فعلا. وهنا طبعا بقى كان نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، هستنى رأيكم وتعليقاتكم، هستنى تقولوا لي انتوا بتعملوا ايه في شم النسيم. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واستنوا مني فيديو جديد ان شاء الله في اقرب وقت. بس اتمنى ان انتوا ما تكونوش بتزهقوا من ام لولي. هستنى رايكم، لو بتزهقوا قولوا لي، لو ما بتزهقوش برضه قولوا لي. وباي باي يا حبايب قلبي.